لحسة كده يا عجلة من مصاصتك نشوفها طعمها ايه. الله، ده طعمها فراولة. طب خدي بتاختي كده دوقيها. يا نهار طين، كلتي مصاصتي، ان شاء الله تطفحيها. الواحد ما يعرفش ينام حبة في الدار دي. ما تشكتي عيالك اللي تنقطب رقبتهم ده. خلاص يما بقى اهدي على نفسك شوية. طب وريحة الدار نتنة كده ليه؟ ريحة وحشة قوي. فعلا يما، ده ولا ريحة كلب ميت حتى. ما تفتح الصفاية اللي ينفتح كرشك، اتخنقنا من الريحة. اقفلي يا مرة الباب وغوري في داهية تاخدك، عشان عندي امساك مش عارف نشوخ. كل دي ولسه ما شختش، ده انت قلبت الدنيا جتا في العين. ده ابوك يا بيت، جايلكوا جواب من البريد. تعالى بشوف مين على الباب. ايوه خير يا رب، في ايه؟ مين؟ انتوا عندكم حد هنا في الدار اسمه خرابة؟ ايوه الحاجة هبابة اهي. طب دلوقتي الجواب ده جاي باسم الحاجة خرابة، وفيه خبر حلو. خرابة وخبر حلو، هي الولية دي بيجي من وراها فرح. ماشي يا راجل يا خروف، لم نفسك. طب ما تقول اللي عندك يا بتاع البريد، ما تقعدش تشتغلني. الحاجة دي ورثت مبلغ كبير قوي من جد 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 جدها، فلوس ياما هتغير حياتها، مبلغ وقدره قد كده، هيوصل لنا على البوسطة واحنا هنجيبه لكم لحد هنا كمان 5 ايام. الله، طب ازاي كده؟ ده الكلام صحيح. ايوه بصحيح، هو انت فاكرني شوية ولا ايه؟ يا فرج الله يما، ده شكلها هضربه ودحلي. وانا حق الخبر الحلو دي مش منقول من هنا غير لما ناخد الحلاوه. يا عم انت بلا حلاوه بلا بجلاوه، احنا لسه شفنا حاجه. طب راضيني باي حاجه طيب، يلي الهي ما تبقوا على الفلوس توصل لكم ولا تفرحوا بيه. ده انت راجل بيجح بصحيح، مدخول يا جدع انت في داهيه من هنا. والله ياما ما انا مصدقه لحد دلوقتي انك هتورثي المبلغ ده كله، ده حاجه ولا في الخيال. لا صدقني، ده انت امك تقيله قوي. يا دين النبي، بجد يا خرابه يا مصمينه، هيجيلك كل الفلوس ديت. والله انا مستنيه اليوم اللي هيجي فيه الفلوس دي على نار عشان نعيشوا حياتنا بقى. وليه نستنوا؟ ما نعيشوا حياتنا من دلوقتي ونجيبوا اللي نفسنا فيه. ازاي يا عجوزه؟ هو احنا معانا جيني في قلب الدار؟ يعني نشتري كل اللي احنا عايزينه شكك، وانا لما يجيني الفلوس هنشد. هو انتوا في حد هيدفع لي حاجه من جيبه؟ ما انا اللي هنشد كل حاجه وهندفعها من معاي. انتوا مش عارفين انا بقيت ايه دلوقتي؟ ايوه يما برافو عليكي، انت كده عديتي العيب. روح يلا انت بقى شوف لنا طلباتنا. نروح فين يا مارا؟ ما تتكلمي كلام مظبوط يا عجوزه يا معفنه. انت عايزانا نروح نجيب حاجات شوكك وبعد كده ما نلاقيش نسيد ونتفضح. يا ابن الكلب يا واطي، ما الفلوس هتيجي وهنديها لك تشدها على الجزمه القديمه وهنشغلك خدام تحت رجلي كمان. بطلي تكبر يا وليه مكرميش، انت ما تنسيش نفسك. بنقول لك خلص نفسك كده واعمل اللي قلنا لك عليه عشان ما نزعلش منك وانا زعلي وحش. يعني نصرف ونجيب حاجات عنوتي من الدكاكين وامك هتسد. انا عايز نعرف هتسد الوليه دي ولا لا؟ انت ضمناها؟ ايوه انا ضمناها. شايفين العز والخير اللي احنا فيه؟ امسكي يما. لا هاتيلي قرن موز عشان ما عنديش سنان ناكل التفاح. احلى موزه، خدي يما. انا جبتلكوا خير ياما اهو، وحاجات ياما في التلاجة تكفيكوا لحد الورث ما يجي.
حماتي هتورث فلوس قد كده وهنتنغنغ وهتبقى احلى عيشه. شايف الاكل اللي عندنا والخير اللي بقى في بيتنا. يا نهار اسود عليكم بجد، الكلام دي كله من الوليه الكلبه خرابه دي، هي اللي جابت لكم الفلوس. ده انا عقلي هيطير مش هيجيني نوم. بالراحه على نفسك شويه يا جلوط، وبعدين الفلوس لحد دلوقتي لسه ما جاتش، وبعد كده ما تنادينيش وتقول لي ان يا معلمه خرابه علشان ورومح. كل دي ولسه الفلوس ما جاتش؟ امال لو الفلوس جات هتعملوا ايه؟ احيه عليا احيه يا عم. وانت حد قال لك هناخدوا حاجه من جيبك؟ ما تفرح يا جدع لصاحبك، عيب عليك. ده انتوا كده هتتغنوا ويبقى معاكم فلوس اكتر مني، ده انا كده نموت فيه. ايوه يا حاج خريب، وانت تكره لنا الخير يعني؟ خد امسك تفاحيه اهي كلها زي العسل. لا مش عايز يا اختي، نفسي تسدد ولا نقول لك ما يخسرش. بنقول لك ايه يا حاجه طيوزه، انا ماشي ولما ايه الفلوس تجيلك يبقى اديني رنه كده عشان نشوف لك مصيبه نغرزك فيه وحياه امك ما انا عاتقك. اما انا لقيت الشنطه دي على الباب. الحاجه يا بنت الشنطه وصلت، تفتحها بسرعه يلا. ماشي هنفتح. افتحي افتحي بالراحه على الشنطه، ده باين عليها مكبسه تكبيسه حلوه. اهدي يما، يا نهار اسود، هو ده الورث؟ يا خرابي، يا لهوي على الريحه، يا خبر اسود. ما نعرفش بقى، اكيد غلطوا في الدار او في العنوان، اصل مش معقول. لا يا حاج، دي الشنطه مكتوب عليها اسمك يعني بتاعتك. يعني كده يما مفيش ورث؟ يعني كل الدين طلع اشتغالي؟ ايوه خلاص كده اهو اللي حصل بقى. يا نهار طينه على دماغكم ودماغ اللي جايبينكم، والفلوس يا مره اللي انا صرفتيه، وده انا اتشككت من طوب الارض يا مره، وجايب حاجات من الدنيا كلها شوكو، ده انا كده هيتخرب بيتي، ده انا كده هخش السجن يا مره. مش مشكله بقى، احنا كفايه علينا يومين النغنغه اللي كنا فيهم. ايوه وهو بكره نقول كانت ذكرى وعشنا لنا يومين. يعني كده الموضوع حط على دماغي انا يا ولاد الكلب، ده انا كده مش هنعرف نعمل ايه، الله يخرب بيت ابوكم. العمل عمل ربنا بقى. انا كان قلبي حاسس ان الوليه العجوزه المخره دي ما بيجيش من وراها خير، ما بيجيش من وراها غير المشاكل. ونقول لك ايه، الراجل الشافل ده تشرفي معاه وشكتيه عشان ما نقومش نكشر عليكم الدار، معاش دار. ده انا هنخلي وجعتكم صادق